السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض الحلوه ديال البهله ديال زمان، يعني اللي ما فيهاش مكونات بزاف، ما فيهاش تعقيدات بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك. وبسم الله غادي ندوزو لطريقه التحضير وذكر المقادير. اول حاجه كنخلطوا الدقيق مع السكر والزيت والزبده. غادي تلقاو المقادير مكتوبين في صندوق الوصف. كنضيفوا 2 ديال الساشيات ديال السكر المنكه بالفاني. صافي، من بعد مني كنخلطها مزيان، كندعكها مزيان، كنعاود ندوزها، كنزيدها رشيشه ديال الملحه، قبصه الملحه، وكندوزها في هاد الماشين هادي ديال البلاستيك اللي عندها العجانه. دوزها في العجانه. انا دوزتها هنا حيتاش بزاف د الناس ما متوفراش عندهم العجانه، دونك هاد الطريقه هادي حتى هي مزيانه. كنكرروا هاد العمليه 3 المرات. 3 المرات كندوزوها في ديك الطحانه. من بعد كنديروا لها بلاستيك ونخليوها ترتاح على حسب الوقت، يعني اللي متوفر، ساعه ساعتين، على حسب قد ما ارتاحت قد ما مزيان. ومن بعد كنضيفوا 8 غرام ديال الخماره ديال الخميره الكيماويه، وكنخلطوا عاوتاني مزيان، وعاده باش كنشكلوها وندخلوها للفران. من بعد ما كنشكلوها كنديروها في صحن ديال الفرن. كندخلوها الفران كيكون سخون على حراره ديال 180، وكنشعلوه من الفوق حتى كتشقق، عاد كنهبطوا لتحت. وهذا هو الشكل النهائي ديال البهله ديالنا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك، والى الملتقى بحول الله. مع السلامه.